ازيكم يا حبايبي يا حلوين. انا العمة توتة، والنهاردة جاية لكم بحدوتة. وحدوتتنا النهاردة عن الاسد والفار. الاسد ملك الغابة والفار فرافيره. يلا بينا نسمع الحدوتة. كان يا مكان في غابة كبيرة، كان فيه هنا اسد قوي وفار صغير. وفي يوم من الأيام الفار فرافيره داس بالغلط على مناخير الأسد، ومن كتر ما هو مرعوب راح طلع فوقيه. طبعا يا أصحابي يا حلوين، الأسد صحي من النوم وكان متضايق جدا، وراح قال له: انت بتعمل ايه هنا؟ خاف منه الفار الفرافيرو وفضل يتوسل له ويقول له: أرجوك ما تاكلنيش، أنا أكيد في يوم هاجي أساعدك في حاجة، أرجوك سيبني أعيش، أنا كان غصب عني. طبعا الأسد قعد يبص للفار ومستغرب من كلامه، بس قرر من جوه نفسه إن هو يسيبه. وفي يوم من الأيام كان في صياد عمل فخ للأسد، وفضل الأسد يعيط. وجه رد الجميل، جه الفار فرافيره، وأول ما شاف الأسد في ورطة بدأ يقرقض الشباك، لأنكم عارفين إن الفار عنده سنان قوية. وفضل يقرقض يقرقض لغاية ما الشبكة اتقطعت والأسد خرج، وكان فرحان جدا. ومن ساعتها الأسد والفار بقوا أصحاب. وهنا تنتهي حدوتتنا مع العمة توتة، واستنوني في حدوتة جديدة من حواديت العمة توتة. وعندكم في آخر الشاشة فار صغير، ممكن تصوروه وتلونوه. تصبحوا على خير. نسيت اقول لكم حاجة يا اصحابي قبل ما تروحوا للنوم. انا سبت لكم الحدوتة من غير صوت عشان بكرة الصبح تصحوا وتحكوا الحدوتة بنفسيكوا لبابا وماما ولاخواتكم كمان. يلا تصبحوا على خير. غمضوا يلا عيونكم بسرعة.